السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري وفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة جايلكم بوجبة اقتصادية على الآخر، وهي العجة المصرية الأصيلة بتاعتنا بتاعت زمان، اللي بتاعت أمهاتنا اللي كانوا بيعملوها لنا. هنعملها النهاردة بطريقة حلوة جدا جدا، وهنوفر فيها كمان كمية البيض اللي تبقى كتير قوي فيها دي. هنقللها وهنشوف هنعوض البيض ده بإيه. هنعملها النهاردة بطريقة حلوة جدا، شايفين شكلها كده يفتح النفس. فيلا بينا ندخل على الفيديو عشان نعرف طريقتها ومقاديرها. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا كده طبق فيه قرنين فلفل وطماطمتين وبصلتين. هناخد بقى البصلتين على الكبة كده على طول، ونبدأ كده نحط البصل عشان يتفرم معايا، يعني الى حد ما فرمة تكون ناعمة او فرمة متوسطة. اللي هو ناعم قوي يعني يبقى مية خالص، ولا يبقى خشن. انا عايزاها تبقى ايه، تفرم فرمة متوسطة. هنبدأ نحطه في الكبة دلوقتي. اي كبة عندك، لو ما عندكيش كبة ممكن تقطعيه على ايدك عادي جدا، مفيش اي مشكلة. يعني مش شرط ان الكبة في الموضوع يعني. بعد كده بعد ما فرمناه كده هنروح جايبين بقى طاسة على النار ونحط فيها شوية زيت كده محترمين حلوين، لان العجة بتحب الزيت. هنبدأ بقى ننزل بالبصلتين اللي احنا فرمناهم دول، وهنبدأ بقى نقلب فيهم على النار لحد ما لونهم يبقى لونه الذهبي الفاتح. تمام. انا مش عايزاها تتحمر بزيادة، انا عايزاها بس تاخد لون ذهبي. بعد كده اثناء ما البصل بقى على النار هحط فلفل. الفلفل الاخضر والفلفل اللي هو الاصفر. لو عندك احمر حطي براحتك، يعني اللي انت عايزاه حطيه. لو عايزه الاتنين اخضر مفيش مشكله. حطيتهم برضو في الكبة وبدأت افرمهم. وعايزة اقولك برضو ان انتي لو مش عايزة تقطعيهم في الكبة ممكن، او تفرميهم في الكبة، وممكن تقطعيهم على ايدك حتت صغيرة مفيش مشكلة. بس انا عشان ولادي ما بيحبوش الفلفل فانا بخبيه، بفرمه فرم ناعم قوي في الكبة وبحطه في الايه، في الاكل. تمام. عارفين بقى ان احنا لازم نتحايل على الموقف عشان ياكلوا. بعد ما خلاص البصلة وصلت للون اللي انتوا شايفينه الذهبي ده، بدأت انزل ايه بالفلفل اللي احنا ضربناه في الكبة، ولا من شاف ولا من دري. وهنبدأ دلوقتي كده نبدأ نخلط إيه كله مع بعضه لحد ما المية اللي في الفلفل اللي تبدأ تنشف معايا. بعد كده هاخد بقى الطماطمتين اللي قلتلكم عليهم. هنبدأ بقى دول يتقطعوا، ما ينفعش يتحطوا في الكبة خالص. انا مش عايزاهم يتعصروا، انا عايزاهم يتقطعوا بقشرهم كده بكل حاجة، بس قطعيهم حتت صغننة. تمام. شايفة بقطعهم حتت صغيرة جدا. هبدأ بقى اقطع الطماطمتين بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي لحد ما اخلصهم الكمية كلها وتبقى جاهزة معايا اهو. زي ما انتوا شايفين اهو الطبق خلاص جاهز. هبدأ انزل بقى معايا هنا بربطة بقدونس. تمام. عايزة تحطي كزبرة حطي، عايزة تحطي كزبرة وبقدونس حطي. انا هنا ما بحبش بصراحة فيها الكزبرة، بحب البقدونس بس. فحطيت ربطة بقدونس مقطعة حتت صغيرة. وبعد كده رحت جايه حاطه كميه الطماطم اللي انا قطعتها معاكم. هنبدا نحطها بقى كده في الطاسه وتبداي تقلبي. هفضل اقلب لحد امتى؟ لحد ما الميه او لحد ما الطماطم اللي انا حطيتها دي تتسبك مع البصله. يعني ايه تتسبك؟ يعني خلاص بقى تتهرى معايا خالص. هتشوفوا دلوقتي هيبقى منظرها عامل ازاي. هفضل اقلب فيها كده لحد ما كميتها طبعا تقل خالص، وكمان زي ما قلت لكم تتسبك. تمام كده. طبعا احنا مقطعين الطماطم فما فيهاش ميه ولا فيها اي حاجه، فالعمليه هتحصل سريعا سريعا. شايفين الطماطم اختفت تماما عندي. بعد كده بقى هننزل ببطاطسايه تكون متوسطه، انا كنت سلقاها ومقشراها وهرساها. وهبدأ بقى دلوقتي انزل بيهم كده على الخلطة بتاعة العجة دي كده. خلاص احنا كده هنطفي النار بقى على العجة. هنبدأ بعد كده نجيب 3 بيضات ونحط عليهم رشة من الملح، او يعني معلقة صغيرة من الملح، ورشة من الفلفل الاسود، وشطة وبابريكا، وكمان رشة صغيرة من الزعتر. انا بحب طعم الزعتر قوي في العجة، بيديها طعم جميل قوي. هنبدأ نخلط بقى البيض مع التوابل ده كويس جدا 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 لحد ما يمتزجوا مع بعض. عايزه اقول لكم اصلا هي اصولها بتتعمل ب6 بيضات، لكن احنا عملناها ب3 بس. وهنحط كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان تخلي مادة رفع معايا مكان البيض. احنا كمان زودنا الكمية بالبطاطساية المسلوقة.
هنبدأ بقى دلوقتي ننزل بالبيض اللي احنا ضربناه مع التوابل على الخلطة بتاعة العجة اللي احنا كنا عاملينها مسويناها على النار دي، ونبدأ نقلب فيها كويس جدا جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض. شايفين ان الخليط سايل قوي، ففي محتاج مادة ربط. ايه مادة الربط اللي انا هحطها؟ هي الدقيق. هحط قد ايه؟ دي كوباية من الدقيق دي، انزلي كده بكوباية دقيق وابدأي كده قلبي قلبي لحد ما تبدأ يتقل معاكي الخليط ده شوية. تمام. طبعا هو مش هيتقل قوي قوي، يعني هيبقى عامل زي خليط الكيك كده اهو زي ما انتوا شايفين. تمام. بعد كده هنجيب بقى صينيه. انا هنا استخدمت صينيه الومنيوم وانا بحبها جدا في الصينيه الالومنيوم بصراحه، لكن انتي لو عندك صينيه من اللي هي مش بتلزق تيفال جرانيت اي حاجه مش هتضطري تعملي الخطوه اللي انا بعملها دي. فانا عشان عاملاها في الومنيوم وما تلزقش معايا فلازم احط لها شويه زيت واسخن الزيت ده كويس جدا في قلب الصينيه، وبعد كده هنزل بالخليط بتاع العجه. تمام. بعد كده اول ما ينزل على طول في الصينيه ابدا افرد فيه واساوي فيه كده، وامسك بقى كده الصينيه وافضل الفها على النار لحد ما تبدا تشمع معايا من تحت، وابدا كده ايه احس ان هي بدات تمسك نفسها معايا على النار، مش تستوي سوا كامل يعني. بعد كده ادخلها الفرن على درجه حراره 200، وهنشغل من تحت الاول. اول ما الاقيها استوت من تحت شغلها الشوايه من فوق تاخد لون من فوق. وده كده شكلها. ما صبرتش عليها اول ما طلعت على طول رحت جايه مقطعاها، علشان كده كانت يعني الى حد ما فرفتة معايا شوية، لكن انتي لو صبرتي عليها شوية هتطلع معاكي القطعة متماسكة. شايفينها بقى حاجة كده تفتح النفس. لو عملتيها مع شوية سلطة وشوية مثلا سلطة طحينة، بجد وجبة جميلة جدا، وزي ما انتوا شايفينها مغذية للولاد لان فيها كمية خضار حلوة قوي. ده شكلها. يا رب تعجبكم. لو عجبتكم هتنسوني بقى في لايك وشير واشتراك للقناة، وهتنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي.